تخيل في حاجات تبدو صحية لكنها ممكن تتحول إلى إدمان يدمر حياتك. هل الرياضة دائما صحية أم أن هناك جانب مظلم لا يتحدث عنه أحد؟ تابع معنا الفيديو لتكتشف الحقيقة الصادمة. مساء الخير ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول. والنهارده احنا هنتكلم على حاجة جديدة أو أنا شفتها بنفسي، وهي إدمان الرياضة. دايما الرياضة شيء صحي أو الناس بتقول اللي هو شيء صحي، وفعلا الرياضة جميلة جدا، بس خلف الرياضة الجميلة دي ممكن الموضوع ينقلب إلى إدمان، وإذا انقلب لإدمان فهو بيأثر على صحة الشخص. أنا دايما أفتكر وأنا بروح الجيم بلاقي ناس يقول لك يا كابتن، عاش يا كابتن، وحاجات غريبة كده، والناس دي بلاقيها بصفة مستديمة في الجيم. وده اللي خلاني النهارده اتكلم على ادمان الرياضة، لان الرياضة زي ما قلت بتنقلب احيانا الى ادمان. واول حاجة هنقولها اسباب ادمان الرياضة. اول سبب معانا وهو الهروب من الضغوط النفسية. اما الانسان بيكون عنده ضغوط او مشاكل في حياته فبيلجأ للرياضة علشان يشعر بالسعادة او الاسترخاء، ودي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الرياضة تتحول الى ادمان. تاني سبب معانا فكرة الشخص عن تحقيق الكمال في الوصول الى جسم مثالي اللي هو يبقى شكله مقبول. هو دايما بيعاني من فقدان الثقة في شكله، وشايف نفسه أو شايف جسمه مش حلو زي بقية أجسام الناس اللي حواليه، فعشان كده بيلجأ للرياضة بهدف تجميل جسمه. ثالث حاجة تحقيق الثناء الاجتماعي. إيه هو الثناء الاجتماعي؟ اللي هو دايما يلاقي الناس اللي حواليه بيشكروا في شكله، بيشكروا في جسمه، بيقولوا والله برافو، انت دايما بتروح الجيم، جسمك حلو، انت بتلعب رياضة كتير. دي من ضمن الأسباب برضو اللي بتساعد على إدمان الرياضة. ثالث سبب معانا ألا وهو الناس اللي هي عندها اضطراب في الأكل، زي الشره المرضي أو اللي هم عندهم فقدان شهية، بيلجأوا للجيم علشان يعالجوا الموضوع ده، والموضوع بينقلب معاهم إلى نوع من أنواع الإدمان. وفي حاجة كمان سبب كمان، وده من ضمن الأسباب الشائعة جدا، وهو برضو مرتبط بنفس فكرة الشخص المدمن للمخدرات. ألا وهو إيه؟ إما الإنسان بيروح الجيم وبيبتدي يلعب رياضة، الجسم بيبتدي يفرز بعض المواد الكيميائية زي الإدروفين والدوبامين، ودي اللي مسؤولة عن إعطاء السعادة للإنسان. اما بيلعب رياضة المواد دي بتتفرز بشكل أكبر من المعتاد، فبالتالي هو بيشعر بسعادة غامرة، وبيبقى عنده دايما تطلع اللي هو يشعر بالسعادة دي، فبيفضل يروح يلعب رياضة أو بيفضل يتردد على الجيم علشان إفراز هذه المواد تزيده سعادة. دي أسباب إدمان الرياضة. طب إيه هي الأعراض المصاحبة لإدمان الرياضة؟ أول حاجة اللي احنا نلاقي دايما الشخص المدمن على الرياضة بيخصص وقت كبير جدا لممارسة الرياضة، لدرجة ان هو ممكن يفضل في الجيم يوميا لمدة 5 6 7 ساعات في اليوم. ده طبعا كده مش انسان طبيعي اللي انا افضل في الجيم لمده من 5 ل7 ساعات يوميا. دي عرض من ضمن الاعراض. تاني حاجه من الاعراض معانا اللي دايما هتلاقي الشخص المدمن على الرياضه حتى لو عنده اصابات في جسمه زي الشد العضلي او ارهاق نتيجه ممارسته للرياضه كتير، هتلاقيه برضه مواظب اللي هو بيروح الجيم وبيمارس الرياضه مع هذه الاصابات. من ضمن الاعراض هتلاقي دايما الشخص المصاب بمرض الادمان الرياضه اللي هو عنده قلق وتوتر لو ما راحش الجيم، وهتلاقيه دايما متضايق لو ما قدرش يروح الجيم. واول ما بيروح الجيم بتلاقيه وشه مبسوط سعيد اللي هو راح الجيم. من ضمن الاعراض برضو اللي انت هتلاقي هذا الشخص ما عندوش علاقات في حياته، العلاقات الاجتماعية عنده مفقودة، لأن كل وقته مخصص لممارسة الرياضة فقط. هتيجي تلاقيه ما بيروحش الشغل بتاعه كتير، هتلاقي ما عندوش علاقات اجتماعية في حياته مع الوالدين، أو حتى علاقات اجتماعية مع أصدقائه، أو حتى علاقة زوجية لو كان متزوج. عشان كده بتلاقي علاقاته كلها متدمرة، لأنه بيخصص كل وقته لممارسة الرياضة. ومن ضمن الأعراض برضو اللي انت هتلاقي دايما هذا الشخص عنده اضطراب في مواعيد النوم بتاعته وفي الأكل بتاعه. لا إما هتلاقيه بينام وقت قليل جدا علشان يخصص وقت كبير لممارسة الرياضة، وهتلاقيه بياكل أكلات معينة علشان الرياضة،
فهتلاقي عنده اضطراب في الاثنين. ومن ضمن الاعراض الاعتماد الجسدي والنفسي على ممارسه الرياضه، يعني هو فاقد السيطره على اداره حياته، ما بيلاقيش نفسه الا وهو بيلعب رياضه. يعني عنده اعتقاد انا لو تعبان هروح امارس رياضه هبقى كويس، لو انا عندي مشكله مضايقاني هروح العب رياضه هذه المشكله هتتحل. وبرضه من ضمن الاعراض اللي احنا قلنا اللي هو بيمارس دايما الرياضه في الخفاء، بمعنى اللي هو ما بيعرفش الناس اللي حواليه او المحيط اللي حواليه اللي هو بيلعب رياضه، بسبب نظرتهم ليه اللي هو بيقضي وقت كتير في الصالات الرياضيه او في الجيم، زي ما قلنا بيقعد مثلا من 5 ل7 ساعات. ومن ضمن الاعراض اللي هو دايما عنده شعور بالرغبه في زياده التمرين، يعني ما بيكونش عنده اكتفاء بالتمرين اللي هو بيعمله، دايما عاوز يلعب اكتر واكتر واكتر. برضه من ضمن الاعراض اللي انت بتلاقي الشخص المدمن للرياضه عنده دايما ضعف في التركيز في امور حياته، زي شغله، زي دراسته لو كان بيدرس، او اي حاجه بيعملها هو كل تركيزه موجه بس للرياضه، عشان كده بيعاني من ضعف التركيز في بعض امور الحياه الاخرى. ودايما بيكون عنده التهاب مفاصل والام في المفاصل نتيجه لعب التمارين الرياضيه بشكل مبالغ فيه. وبرضه هتلاقي هذا الشخص دايما عنده تمزق في العضلات او عنده شد عضلي، ده بيبقى نتيجه اللي هو بيلعب رياضه كتير جدا. دي اسباب ادمان الرياضه واعراض ادمان الرياضه. ايه اللي بيخلي الانسان يدمن الرياضه؟ زي ما قلنا في اول الفيديو، اللي هو بيدور دايما على السعاده، علشان كده بتلاقيه زيه زي مدمن المخدرات بالظبط، والاثنين بيبقى عندهم مشاكل في حياتهم، سواء في علاقاتهم او في اداره الوقت بتاعهم او في اداره اي حاجه في حياتهم، لانهم بيكونوا وصلوا لمرحله فقدان السيطره على الحياه. وتشخيص ادمان الرياضه، يعني الجمعيه الامريكيه للطب النفسي قالت اللي هو صعب شويه، لاني عشان نقدر نفرق بين الهاوي ممارسه الرياضه او مدمن ممارسه الرياضه. بس من ضمن الاعراض اللي الجمعيه قالتها دي لو موجوده عند اي شخص اللي هو كده ينطبق عليه مدمن ادمان رياضه، اذا كان ممارسته للرياضه تؤثر على علاقاته الاجتماعيه، يعني بمعنى ان علاقاته الاجتماعيه مقطوعه. وفي كذا مقياس بيتم الاجابه عليه عشان نقدر نشخص اذا كان ده مدمن رياضه ولا لا، زي اللي احنا بنساله الوقت اللي هو بيقضيه في الجيم قد ايه، يا ترى ممارسه الرياضه بتاثر على العمل بتاعه، يا ترى ممارسه الرياضه بتاثر على العلاقات بتاعته، وحبه اسئله بعد ما بيتم الاجابه عليها بنقدر نقول اذا كان هذا الشخص مدمن رياضه ولا لا. طيب ازاي بيتعالج الشخص المدمن للرياضه؟ اول حاجه دايما اللي هو يقر او يعترف ان الرياضه عامله له مشكله في حياته او مأثره على حياته بشكل او باخر. وتاني حاجه اللي هو ممكن يلجأ لمتخصص زي لايف كوتش ادمان او مدرب حياه علشان يساعده في تنظيم حياته ويعمل له توازن في حياته. لا اما بنلجأ الى العلاج السلوكي المعرفي علشان برضه نعيد تنظيم حياته. بيتم وضع جدول لهذا الشخص اللي هو بيكون محطوط فيه وقت معين لممارسه الرياضه، وبيتقسم باقي الوقت على الشغل بتاعه، على ممارسه حياته الاجتماعيه، على ممارسة بعض الأنشطة الأخرى علشان يتخلص من إدمان الرياضة. وما تنسوش أي حاجة بتسبب لنا الإدمان سهل اللي هي تتعالج، بس نقر ونعترف بيها اللي هي عاملة لنا مشكلة في حياتنا. وما تنسوش تشاركوا الفيديو. كان معكم وليد خطاب، Addiction Recovery Coach.